السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما كنت بشتغل في حضانة مع الأطفال الصغيرين كان لازم كل سنة يجي لنا طفل أو اتنين من اللي هم هو من بره طفل وكيوت، وعادة بيبقوا ألطف أطفال وضحكتهم أحلى من حياتي. ده من بره. من جوه بقى في موظف سيلز عنده تارجت جاي يحققه، في عدد انسيدنت ريبورتس عض لازم يطلعه كل يوم، ولو ما توفقش في يوم يعوض اليوم اللي بعده. المهم يجي آخر الشهر يحقق التارجت لا يترمي. طبعا في ولاد بتعض اوكيجن لكده، اللي هو بيسنن مثلا، حد خد دوره من على المرجحه، عنده قسط ضغطه اليومين دول، ده عادي تمام. المشكله مش في دول، المشكله في اللي بيعض طول الوقت وعمال على بطال. ده بيبقى unpredictable، هو بيبقى قاعد كده في امان الله وفجاه تلاقي اللي جنبه بيصوت مس عليه في منت. في عيال بقى كانوا لعيبه بيجيبوا الهدف المتحرك. انت متخيل يا مان احنا نبقى بنتمشى كده في الجاردن عادي، واحد عدى من جنبه هوب وقع، ايه ده عملتها ازاي؟ طب والنبي عملتها ازاي؟ طبعا الموضوع ما كانش كوميدي خالص، العلامه اللي بتبقى على جسم الولد اللي اتعض بتبقى تقطع القلب. وطبعا بقى الصور اللي بتنزل على الواتساب جروب بتاع الماميز، والمامي اللي ابنها ولا بنتها بتعمل كده حرام عليكم، وام الولد اللي اتعض بتبقى ست محترمه وكمل وقاعده يا عيني على الجروب تسمع شتيمتها بودانها وحاجه بؤس. وطبعا التيم يتشد، اي نعم اللي بيشد واللي بيتشد عارفين انها مش مشكله سوبرفيجن وان الجون بيجي في ثانيه، بس ما لازم حد يتشد، ما احنا مش هنشد الولد، ما هو ده طفل، التيم يتشد. ونفضل احنا بقى طول السنه ما بين محاولات حمايه بيض القريدس من هجمات السلطعون المتكرره، وما بين محاوله فهم هو بيعمل كده ليه. هل مثلا في حد في البيت بيلعب معاه بالعض، او في ظروف في البيت مسببه له ضغط نفسي؟ ممكن تكون زميلته اللي قاعده بتزن طول النهار عايزه مامي عايزه مامي، هي الموترات. طب لو هي اللي ما تعضها هي، يعني سليم ذنبه ايه؟ نقعد بقى نinvestigate ونجيب البيرنتس كل شويه في ميتنجز، وتخلص السنه واحنا ما عرفناش ايه المشكله، ولحد ما اعتزلت ما عرفتش ايه المشكله. تعدي الايام ويقع في ايدي كتاب اسمه Building Bridges، بيتكلم عن السنسوري بروسيسنج ديس اوردرز. ده حوار كبير قوي هنبقى نتكلم عنه بالتفصيل بعدين. لقيت الكتاب بيذكر كده ان في اطفال السنسوري سيكينج عندهم بيطلب معاهم عض. ايه الله شكله هيعملها ولا ايه؟ ما بنقولش ان كل الولاد اللي بيعضوا بيبقى سنسوري سيكينج، بس احيانا ده بيكون السبب. ايه بقى حوار السنسوري سيكينج ده؟ عارف انت لما رجلك تبقى منمله فبيبقى في حاجه المفروض تحسها انت مش حاسسها، فتقعد تخبط على رجليك كده وتغير وضعك لحد ما ترجع تحسها تاني. اهو الولاد دول بيبقى يا اما في حاجه محتاجين يحسوها هم مش حاسينها كفايه، ومش بس في بقهم، يعني ممكن تبقى احساسهم بالتوازن او بالجاذبيه، يا اما حاسين حاجه بزياده، يعني نور جامد عليهم، الوان كتير، زحمه، اشخاص كتير بيتحركوا، دوشه، مؤثرات كتير هجمه عليه مره واحده، وهو يا حبيبي ولا ملاحق يستقبلها ولا ينظمها. فالعضه دي طريقه بيهدي بيها نفسه وينظمها، هو بيفصل بقى. في حاجه بقى اسمها العلاج الوظيفي او الاوكيبيشنال ثيرابي. الثيرابيست ممكن يوصي بشويه تمارين تعمل الصبح مثلا كل ساعه كل ساعتين during the day، فتشبع له الاحاسيس اللي هو بيدور عليها دي، وتساعده ينظم استقبال المثيرات اللي بتهجم عليه كل شويه، فما يضطرش يعض. التمارين دي ممكن تكون ضغط على اماكن معينه في البق، ممكن تكون انه ياكل خيار او تفاح او جزر مثلا في فترات معينه، ممكن تكون مرمغه في الارض عشان يحس بديب بريشر، ممكن تبقى جامبينج جاكس، يعني حاجات بسيطه جدا. والنتيجه ان العض والالام والانسيدنت ريبورتس تنخفض بشكل دراماتيكي. اغلب التمارين دي ينفع يعملها الفصل كله، ويستحسن يعملها الفصل كله، يعني لو اتحطت في الكوريكولم بتاع البي اي مثلا الولاد كلها تستفيد، لانه مفيش طفل ومفيش بني ادم ما عندوش كده صاموله لوز عايزه يتقرط عليه، فكلهم هيستفيدوا. زياره الاوكيبيشنال ثيرابيست دي ممكن تقول لنا ان دي مرحله، يعني مع النمو هتتظبط تلقائي، فبس نعمل شويه التمارين دي لحد ما نعدي المرحله. وممكن تكشف لنا ان في مشكله في السنسوري بروسيسنج، فنشتغل بقى عليها من بدري، لانه في الحاله دي العض هيبقى مجرد سيمتوم، هيبتدي يظهر حاجات تانية وتصرفات تانية مش مقبولة، وتصرفات تانية الناس تستغربها، فيبتدي يحس بالرفض من الناس، يبتدي يحس ان هو غريب في وسط الناس، السيلف استيم يقع، وحاجات تانية تقع، ونفضل بقى في مشاكل تقعد تتراكم كده وترتب فوق بعضيها. فلو كده نبتدي نشتغل من بدري. بالنسبة بقى للعض، وان بشوية تمارين العض ممكن يقل جدا، ده بالنسبة لي اكتشاف ثوري، فأحب جدا إن لو حد جرب الكلام ده يشاركنا بالنتيجة، ويا سلام لو المختصين يقولوا لنا رأيهم في الكلام ده في التعليقات، حاجة جميلة جدا، واللي يعرف معلومة يبصي لإخواته. Good luck.